have to ان انت تتراي ان ايرور. بس انا كان نفسي انجح. يا ريتني ما سمعت كلامك. ازيكم؟ انا نانو. في ناس بتندهلي ننوسة الفسفوسة، بس ده مش موضوعنا، هبقى افهمكم ليه بعدين. انا مش صانعة محتوى، بس نفسي ابقى صانعة محتوى، ونفسي ابقى ممثلة ومغنية، يوتيوبر، تيك توكر، كل حاجة حرفيا. نفسي ابقى فنانة مشهورة. بصراحة انا كنت خايفة ابدأ بعد محاولات كتير وسعي كتير وفرق كتير قوي 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 قوي. قررت ان انا ابقى اول بنت بتعمل فيديو رياكت. فكنت خايفة موت، خايفة موت. طب اصلا الناس هتحبني ولا لا؟ فقررت ابعت مسج لاحمد مجدي. احمد مجدي استوديو الاثنين. اول مرة في حياتي ابعت مسج لحد. انا عايزة اقول لكم ان انا في فنانين مشهورين جدا في المجال بتاعي مش عامله لهم فولو، عشان في يوم من الايام لما ابقى مشهوره زيهم يعني نعمل فولو لبعض، عشان احنا اصحاب ومشهورين زي بعض وكده. المهم دخلت بعت مسج لاحمد مجدي، قلت له بص انا نفسي اعمل كذا وكذا وكذا والدنيا مش مساعداني، يعني انا حاولت عملت كل حاجه ممكن تتعمل، وكان نفسي يبقى معايا دايو كده ان احنا الاتنين نفرقع مع بعض وبتاع. ما توقعتش اللحظه ان هو يرد عليا، وبعدها بحوالي 10 دقايق ربع ساعه بصراحه لقيت احمد مجدي رد عليا. فانا هسمعكم احمد مجدي قال لي مساء الفل، عامله ايه؟ عادة مش برد على مسجز غريبه او كده، بس انا حبيت ارد على المسج دي عشان حاسس ان انت محتاجاها وحاسس انها تفرق معاكي قوي. هو فعلا مفيش بنات بتعمل محتوى رياكت في مصر، ودي فكره حلوه منك فشخ، ومش لازم تستني حد يعملها معاكي، فما تستنيش، ابدأي وجربي واعملي حاجات وحشه ورياكتي عليها لما الدنيا تظبط معاكي. بس يعني you have to ان انت تتراي ان ايرور لحد ما توصلي ليور بيست فيرجن، وساعتها تبقي فخوره بنفسك قوي. انا ممتنه ليك جدا ان انت فكرت ترد عليا، بس للاسف انت رديت على الشخص الغلط. قبل اي حاجه انا عايزه اشكرك عشان انت حاولت، ماشي، ومحاولتك نجحت جدا. في ان انت اول ما كلمتني كده قلت طب واي نوت، يعني خلينا نجرب ونشوف الدنيا هتاخدنا لفين. يعني انا كنت جربت كتير قبل كده وفشلت كتير، بس انا قلت بس هي دي، اصل ايه يعني اشمعنى هيجي في دماغي ان انا اكلم احمد مجدي بالذات فاحمد مجدي يرد عليا. فجربت بقى وكانت دي النتيجه. اكتشفت ان المايك مش شغال بقاله ساعه ونص انا قاعده بكلم نفسي. فضلت زعلانه شويه، فقدت الشغف شويه، قلت خلاص بقى نصبر شويه كده عشان ايه الطاقه مش سهل بترجع يعني بصراحه، خصوصا ان مش اول مره يحصل حاجه يعني. طبعا كلنا اللي هيشوف الفيديو تبع احمد مجدي هيعرفوا ان الحفله بتاعتهم يوم الاربعاء تقريبا، يوم 25. اول لما احمد مجدي بعت انه في حفله انا قلت خلاص انا هروح، انا لازم اروح. دي حاجه انا كان نفسي فيها جدا. انا عمري ما حضرت حفله لحد، رايحه بقى احجز VIP وبصوا يعني ايه مجنونه مجنون. ودفعت التيكت، مبسوطه موت موت. بعد كده لقيت مسج جات، فتحت الموبايل يعني انا المفروض دلوقتي الساعه 1:30 فانا صايمه عشان عمليه الصبح. العمليه دي انا بقالي سنه ونص المفروض اعملها، فالدكتور قرر ان العمليه دي هتبقى يوم 23 قبل الحفله اللي انا لسه دافعه فلوسها، اللي هي تبقى يوم 25.
انا بقى عايزه اقول حاجه، بس ده ليك انت يا احمد يا مجدي. لو بتتفرج عليا فالكلام ده ليك انت. لو ليك في الرعب فانا ممكن احكي لك عن حياتي، ولو انت فاكر ان حياتك بائسه فانا ممكن احكي لك عن حياتي برضه. او خليني اقول لك حاجه، انت عارف انا هعمل عمليه ايه؟ انا هعمل عمليه في مفصل للفك. عارف بقى انا بشتغل ايه؟ مغنيه. طب عارف انا بدرس فين؟ موسيقى عربيه. اقول لك على الكبيره، تحاليلي وحشه. انا تحاليلي وحشه، انا تحاليلي وحشه حرفيا. فانا سمعت كلامك وجربت وفشلت. بس عامة انا ممكن دي يعني الحلقة دي تبقى بارت 1 واحكي لكم في بارت 2 3 و4 و5. بقالي حوالي مثلا 10 سنين انا بجرب وبفشل ازاي عادي جدا. ده بقى نداء الاستوديو الاتنين. لو الفيديو ده وصل لكم حاولوا تحسوا بالشفقة عليا، ما عنديش مشكلة. مش بعمل الفيديو ده عشان اصعب عليكم خالص. لو عايزين تكسبوا ثواب في العموم، طب اقول لكم على حاجه، ما تشغلونيش معاكم. عندي فكره احلى، هغني لكم بدل عبده. هو ايه اللي هو بيعمله ده؟ ليه؟ ايه ده؟ يعني انتوا بتشوفوه وانتوا قاعدين ضحك، طبعا ضحك. اسمعوا معايا بقى وانتوا من بره. هو كان جاهز؟ تحفة. ايه؟ اسفين بجد. كفايه. لو وصلتوا لاخر الفيديو ولو عجبتكم الكارثه او الفيديو اللي انتوا اتفرجتوا عليه دلوقتي، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا لي في الكومنتس انتوا حابين ان انا اكمل ولا لا، لو حبيتوني ولا لا. ولو حبيتوني قولوا لاحمد حسن واحمد مجدي يشغلوني معاهم او يقعدوني معاهم في التصوير، او يخلوني اغني بدل عبده. يعملوا اي حاجه اي حاجه، انا ما عنديش مشكله. وان شاء الله ان شاء الله بعد ما اعمل عمليه وابقى كويسه هبقى اول بنت تعمل فيديو رياكت. انا مش هعمل كده تاني بس نكمل. كمان انا عامله عمليه فكي فعشان كده مش عارفه فكي نام يا نام والله جبت العقل مجنني. طلع نايم. انا عملت عمليه والحياه كانت غدره بيا. في المفصل. في المفصل مش في اسناني. يا جاهل. نانو هو الدكتور احسن. انا كنت بعرفكم يعني ان انا عشانكم جيت عشانكم يعني. انا بحبك قوي. دي بتصيح زيي. ايوه. يا بنت اللعيبه. انا عايزه اقول لك حاجه، انا والله العظيم كملي كملي ما انا اسمع منك ومنه. العمايتين حياتي. كملي هتلاقيني وبعدين ايه؟ بس يا بنت بس ما تشتكيش مش وقت. هو قلت عليك يا اسطى. قول يا نبي انت بجد اسكتي جايبينك بوظتي حياتي. والله العظيم خليني وحشه. ايوه المين مانجر بتاعك.